معقولة الجمال ده كله يطلع من نص صدر فرخة بس؟ اعمل بيه غدا اقتصادي وسريع وكمان روعة جدا. هتنبهري بجد بجماله. شوفي بقى الفكرة دي هتنفعك جدا في الغدا. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معايا بصلاية متوسطة، فالبصل بتاعي صغير خدت بصلتين. معايا فلفل الوان الاحمر خدت نص واحدة فلفل احمر بس. معايا بقى نص صدر فرخة وكمان قطعة ليا. هقطع كده نص الصدر الفرخة، وبعد كده هقطع كمان قطعة الليا، وكمان حطاهم في الفريزر متجمدين شوية علشان يتضربوا معايا بكل سهولة. فرمنا بقى البصل والفلفل وهنعصر بقى المية بتاعتهم تماما. بعد كده في نفس الكبة هنضيف بقى قطعة الصدر بتاعتنا وقطعة الليا وهنفرمهم كويس جدا. هنضيف بقى البصل والفلفل على الفراخ اللي فرمناها. معانا معلقة صغيرة من الورق البقدونس بس مش العيدان، فلفل اسود وكمان بهارات، ومعانا كمان ربع معلقة من البابريكا، نص معلقة من البيكنج باودر، وكمان هنضيف ربع معلقة من البصل البودر والثوم البودر. هنضيف بقى الملح بتاعنا، ضفت حوالي معلقة صغيرة من الملح، وكمان هنضيف بقى 3 معالق هرميين من النشا عشان يمتصوا اي سوائل معانا. هنعجنها بقى كويس جدا بايدينا بالشكل ده، وهتلاقيها ملزقة معاكي، ما تقلقيش خالص. مش هتفك منك ولا اي حاجة. هنركنها بقى على جنب ونجيب الصينية بتاعتنا هنحط فيها زيت، وكمان معانا معلقتين من عصير البصل وكمان الفلفل. هنضيف عليه معلقتين كبار من الزيت. هنبل ايدينا بقى من العصير البصل والزيت، وبعد كده هنحط كمان على عصاية الشيش طاووق او اي حاجة بقى تصبعي عليها، وعايزينها بقى صوابع كده صغنونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا عايزينها صوابع صغيره. بدخلها بقى الفريزر شويه لحد ما نحضر بقى الرز بتاعنا. في حله فيها ماده دهنيه، اي ماده دهنيه انت حباها. نقطع فيها بصلايه متوسطه كده مكعبات صغيره. اول بقى ما البصل يدبل هننزل بليمون ناشف، وكمان كوبيبه صيني وقرفه عيدان وحبهان وورق لوري وكمان قرنفل. اول بقى ما يطلعوا ريحتهم هنضيف كوبايتين من الميه وفلفل اسود، وكمان معانا كاري وكركم ومكعب مرق، ربع معلقه من الكاري وربع معلقه من الكركم. هنسيبهم يغلوا مع بعض، وبعد كده هنضيف الملح. اول بقى ما الملح يغلي هننزل بالرز. انا غسلاه ومش نقعاه، يا دوب بغسله وبصفيه وانزل بقى على طول على الميه بتاعتنا، لانه لو هو اتنقع بره فمش هيشرب معانا الميه كويس ومش هيبقى سواه مظبوط. فانزلي بيه على طول كده اول ما تغسليه. اول بقى ما يتشرب هنهدي عليه النار ونسيبه يستوي. خلاص كده الرز استوى معانا. هنشيل بقى الورق اللوري وكمان الكوبيبه الصيني والقرفه. هننزل بسنه صغيره من اللون الاحمر اللي هو لون الطعام الصحي، وكمان مدوباه في ربع كوبايه ميه، وهنزل بيه على طول كده على الرز. ولو انت مش حابه الخطوه دي استغني عنها. هوطي بقى النار وهسيبه يكمل سواه. هننزل بقى بالكفته بتاعتنا على طول على نار متوسطه، ومش هنقلبها خالص خالص الا لما تحمر من الناحيه دي. بعد كده هنقلبها على الناحيه التانية، وهنجيب بقى ميه البصل اللي احنا طلعناها والفلفل. هنضيفها كده بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. هفضل بقى كل شويه اقلب واضيف من ميه البصل دي لحد ما اخلصها تبقى خالص معايا. كمان بقى جيت في الاخر ضفت عليها معلقه من الصويا صوص ومعلقه من دبس الرمان، ونزلت بقى بقيه الميه كلها، وفضلت بقى اشرب كده ميه البصل مع الصويا صوص ودبس الرمان لحد ما احمرت معانا وبقت بالجمال ده. معايا بقى فحمايه وهندخنها، وبعد كده بقى هنسيبها بقى في الصينيه بتاعتها، وهننزل بقى بالرز على طول بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. بعد ما البصل بقى بعد ما الرز استوى معانا تماما، هنضغط بقى باي معلقه عندنا الرز كويس جدا عشان ينزل معانا مظبوط كده. بعد ما نيجي نقدمه ههدي بقى النار على الرز واسيبه كده 5 دقايق، ونغطي بقى الصينيه واسيبه حوالي 5 دقايق عشان الاتنين ياخدوا من ريحه بعض، وهتاكلي احلى صينيه رز بالكفته. كفته فراخ بس طعمها روعه جدا. جربي بقى معلقه الصويا صوص ودبس الرمان، ضفناهم كده على ميه البصل وكمان ميه الفلفل اللي احنا طلعناهم في اول الفيديو، وبعد كده حطيتهم على الكفته وسبت بقى الكفته تتشرب معانا الصويا صوص ودبس الرمان وكمان ميه البصل. جربي بقى الطريقه دي هتعجبك، وكمان اقتصاديه لانها بنص صدر فرخه بس. عملنا غدا حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. جربوها هتعجبكم. صحتين والف هنا. ما تنسوش اللايك والمتابعه لو عجبكم الفيديو.